السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هاد الوريقات كالعادة فيهم شي حوايج غادي نقولهم على المسمى عاصين، وكنتمنى من الله أن الكلام ديالي ما يكونش فيه شي كلمة اللي تجرح أو تمس شي واحد أو شي وحدة كيبغيو هاد الرجل أو كيقدسوه. تقديس أخطر حاجة في الحياة، أخطر مرض، أخطر مصيبة تضرب شي واحد هو التقديس. لا تقدس شي واحد أحد، لا تقدس أحدا فوق الأرض كيف ما كان بغا يكون. التقديس مصيبة عظمى. ما معنى التقديس؟ التقديس هو أنك تاخد داكشي اللي في الراس ديال واحد وكديرو في الراس ديالك، ولكن باش ديرو في الراس ديالك خصك تخوي داكشي اللي عندك بالمقلوب، وكتهز هادشي اللي عندك كتلوحو وكتشد داكشي اللي عنده في الراس أو كاتبو في واحد الكتاب وكديرو هنايا. إذا اش وليتي نتايا ملي خويتي هاد العقل ديالك ودرتي الكلام ديال الاخر درتي هنا؟ شنو هو المحل ديالك من الاعراب، من الانسانيه؟ اش تعطي الانسانيه من جديد؟ اش غادي يمكن تسنى منك الانسانيه؟ اي انسان كيقدس شي واحد اخر هذاك غسل عليه يديك كما كنقولوا باللغه الدارجه ديالنا. التقديس اقبح مرض يقيس الانسان، الله يستر. ولهذا الانسان خصو يتجنب هذا التقديس هذا باي طريقه. تجنب التقديس، ولا عندك الولاد علمهم ما يقدسوش الناس. كنتكلم على الكتاب، على الفلاسفه، على علماء النفس، علماء الاجتماع، كتاب الروايات، اي كان ما تقدسوش. الله شاهد على ما اقول لكم. كشوف ان هذه من الامتيازات ديال الدراسه ديالي في الجامعه. كنت معروف بهذا المسألة امام الاساتذه. لا تقديس لاحد. علاش؟ لان لا يوجد انسان كامل. لا يوجد انسان كامل. كتلقاه عنده واحد الدرجه عليا في العلم وكذا وكذا، كتلقاه سارق شي حوايج من عند شي كاتب اخر، او كتلقاه يعني سكير. كارل ماركس اللي اذهل البشريه في اكثر من قرن وتسبب في بزاف ديال الحوايج، ديال مصائب، حروب. هذا الرجل هذا يعني اعترف به على انه من اكبر المفكرين، كان من اكبر السكيرين. وتيقلبوا على البنات الصغاورات ويديروا لهم وليدات. لا تزكي احد، لا تقدس احد. رسول الله سبحانه وتعالى، الانبياء الكبار تولدوا وكبروا ما عندهمش والديهم، لان الاب تيأثر على الطفل في التفكير ديالو. الطفل تياخذ الاب كموديل، كيتأثر به. وكنقولوا في الثقافه العربيه كل فتاة بأبيها معجبة. وهي في الحقيقة راه كل إنسان في الصغر إلا وهو معجب بالأب ديالو. فالرسول صلى الله عليه وسلم ولد يتيما، ما كانش عنده أب. سيدنا موسى ترعرع بدون أب. هذاك اللي كبروا فرعون، أو ربما ما كبروش، كان عايش مع الزوجة ديال فرعون. وسيدنا عيسى ما كانش عنده باه. هادو ثلاثة من الكبار ديال الرسل لم يكن لهم أب.
سيدنا ابراهيم كان عنده با ولكن كان نحس معاه، ما خداش موديل، لو كونترير خداها، لو كونترير دان موديل، كان ديما مخاصم معاه وغادي يتفارق معاه. كلهم الانبياء الكبار كبروا بدون اب، ماشي يمكن تقول هذه هي صدفه. وكأن الله يسامح لي الاخطاء، انا ماشي عالم ديال الفقه، وكأن الله سبحانه وتعالى تيكبر هاد الوليدات الرسل ملي كانوا صغار تيكبرون بدون اب باش يخلوهم يخدموا العقل ديالهم. ما يكونش التأثير ديال شي واحد عليهم اللي يعني يحبس من هاد القوة الفكرية اللي تعطيها الله لجميع الناس. فهاد الفيديو غنتكلم لكم على واحد المقال تيقولوا هذا الرجل في واحد الفيديو ديالو، تيقول لك المغاربه الا سولتيهم عن النظافه بقاو يهضروا على النظافه وكذا وكذا كذا، ولكن الا مشيتي للشارع كتلقى عامر بالوسخ. والنظافه من الايمان، دابا كنلصق النظافه مع الايمان، لان كنقولوا النظافه من الايمان. هذا الفيديو اللي كيقول فيه بان المغاربه كيهضروا على النظافه ولكن الشوارع ديالهم موسخين، انا كتعرفوا شحال هادي ما عمرني بغيت نجاوبو. علاش؟ لان كنعرف ان المغاربه عندهم شوارع نقيين، هذا ما كيمنعش على كاين واحد الشوارع او بعض الازقه اللي كيكون فيها بعض الاوساخ، وبالخصوص الازقه اللي كيكون فيها تكاتل سكاني. هذيك الازقه كتكون صعيبه من اجل التنقيه ديالها. انا ندوز لكم الفيديو ديالو، تيهضر لك الايمان والنظافه ولكن كاين الوسخ. يحدثونك في النظافة التي هي من الإيمان، لكنهم لا يتورعون عن إلقاء الأزبال في كل مكان دون أن يزعجهم ذلك. لو فات بانه كيجمع ما بين الايمان والنظافه او النظافه والايمان فيما يتعلق بنظافه الشوارع، كينسى واحد الشيء مهم بزاف، هي الاخطاء اللي كيعمل هذا الرجل، وهو ان النظافه كتشرى. النظافه تحلها بمنظور اقتصادي، النظافه كتشرى. والدليل على هذا كتشوف واحد الرجل اللي يعني منتمي للطبقه العليا كتلقاه دائما كيشعل، لان ما عندوش مشكل انه ياخذ 4 ديال لي دوش في النهار يخلط داكشي ساهل، ما عندي ماشي مشكل. كيشري 4 ديال الكومبليوات في الشهر، 20 قميجه في الاسبوع، 3 ديال الصبابط في النهار. كيفاش غير الراجل ما بغيتيش يكون كيبري تياكل المسائل اللي يعني كتجعلو يبان هو نظيف بالماكله، تياكل المأكولات اللي عندها واحد المردوديه على الوجه كيبان الانسان بالله يعني نظيف ونقي. ياكل فيتامينات، تياكل فواكه متعدده اللي كتجعل الانسان كيبان يعني عنده واحد الاشراقه في الوجه وواحد النظافه والجمال كيتشراو بالفلوس الشريف. اضيف الى هذا انني كنت عارف بلي هذا الفيديو كما قلت كان دايرو، ما عمرني بغيت نرد عليه الا الاول البارح. يمكن كنلقى واحد الفيديو ديال واحد صحفي كبير اللي سميتو معتز، كيبين على ان المدن المغربيه تشبه مدن اوروبا. وهذه الكلمه انا كنسني عليها، كالمدن ديال اوروبا. حتى اوروبا فيها مدن لها جيوب، فيها بعض الاوساخ وبعض الاجبال، وبالخصوص الاماكن اللي كيكون فيها ازدحامات، او بالخصوص الاماكن اللي كيكون فيها واحد شويه ديال الفقر. المغرب
دار واحد المجهود كبير فيما يتعلق بالنظافة ديال الشوارع. على أي حال، هاد الموضوع هذا أنا يعني جعلني ما تقبلتوش. قلت شو هاد الراجل هذا عنده واحد الغيرة على البلاد، ولكن كيحطها في واحد الطريقة اللي شوية كتضر بالناس. فقلت أنا المغرب ماشي شي دولة اللي يعني فيها فقر كبير أو كذا أو كذا، واللي زاد من الحيرة ديالي وهو أنه تيقول لك احنا من التنويريون. طريق التنوير صعب وطويل سلمه، طريق مليء بالمشاق وبحاجة إلى كثير من الصبر. وتيفصل هذه المسألة ديال التنويريون في واحد الفيديو، وتيقول لك على أن التنويريون يناهضون الظلام، هاكا تيقولها، ظلام الجهل والعنف والقهر. الجهل والعنف والقهر. ولكن هاد التنويريون يا أخي ما هم إلا ناس بشر، وداروا واحد الصناعة فكرية اللي سماوها التنوير. هذا ما كيعنيش على أنهم دائما متنورون. أنا بعدا كاين لست من المتنورين، وهما اللي كيقولوا راهم متنورون راه صعيب عليهم يكونوا متنورون. علاش؟ لأن كل ما هو بشري إلا كتلقى فيه بعض النقوص متقوب كيلكو بار. حنا كنشوفوا الآن هاد الراجل كيتكلم على الشوارع المغربية وما تيقولش الحق. حنا عندنا في الدين ديالنا العدل، مكان التنوير عندنا العدل. ملي كتكون عادل حتى الهضره ديالك كتكون في محلها في بلاصتها واقفه. بسم الله الرحمن الرحيم، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وان قلتم فاعدلوا ولو كان ذي قربى. تقول العدل والحق راه بحال العدل والحق. كتقول دري اجي قول الحق باش تاخذ واحد القرار عادل، كتسمع منه اش كاين ولا اش دار مع الاخر، وكتعيط على جوج تقعدوا يهضروا على جاتو هذيك المسائل باش تعدل. الحق والعدل، في مكان الحق كيكون العدل، وفي مكان العدل تيكون الحق غالبا. اذا انت يعني ما قلتيش الحق لانك تجنبتي الخصال اللي كيعطيها العدل، وكتقول على ان التنويريون يحاربون الجهل. انا نقول لك واحد الحاجه، لو كان العدل لا حورب شحال هادي الجهل. علاش؟ لأن بالعدل الإلهي اللي أمرك به الله كتجعل الإنسان أنه يسلك دروب العلم. اللي ما عندوش كتعاونو في المدرسة، كتعاونو يقرا، كتعملو يكمل القراءة ديالو، كتعلمو يزداد علم، ما كتخليش يعني بلا قراية ناقص من واحد الناحية علمية. بالعدل كتعاون المسكين. قالك التنويريون يحاربون العنف. العنف فين كنلقاوه في الجيوب الفقيرة. لو كنت عادلا لما تركت الفقير على جانب الطريق لكي يتولد منه إنسان حقود على المجتمع ويبرز حقده على المجتمع على شكل من أشكال العنف، إما السرقة، إما الخصام، إما الضرب والجرح إلى آخره. بالعدل كيمكننا نحيدو هذا العنف هذا، والعنف كيجي غالبا من هذا الشيء ديال الفقر. السجون لا تجد فيها ناس ينتمون إلى طبقات اجتماعية عليا. هذا ما كيعنيش على أن الناس الأغنياء ما كيرتكبوش جرائم أحيانا، وكتكون جرائم ديالهم حال غالبا ما كتتعلق الا بالمال، اختلاسات او كذا وكذا. لكن ما عمرك تلقى الضرب والجرح والجناوه والسيوف. داكشي كاين عندنا في الجيوب الفقيره.
ماشي في المغرب، كلهم الدول. قلنا ان المتنورون تيقول لك ان التنوير ديالهم، وهاد الكلمه ديال التنوير شويه يعني الا بغينا نقولوا عنصريه. تما ملي كتقولوا نتوما متنورون يعني حنا مظلميون. اذا اسيدي حنا ما كاين حتى مشكل، حنا مظلميون، ولكن كنامنوا بان العدل ديال الله سبحانه وتعالى كيمكن له يمحي الجهل، وكيمكن له يمحي العنف، وكيمكن له يمحي ما سما هو ب القهر الاجتماعي والنفسي. القهر الاجتماعي والنفسي ايها الاخ عاصد، السبب ديالو عدم الاحساس بالمواطنه. كيتقهر الانسان ملي كتعامل معاه بالعدل الالهي وكتعطيه ما يستحق من السكنه، اكل، كاع المتطلبات، الصحه، الدواء، كذا الى اخره، كيشعر انه مواطن، وكيعرف بان هذوك الفلوس اللي كياخذ، دوك المعاونات، دوك لي زالوكاسيون فاميليال، دوك المساعدات العائليه اللي كياخذ، كيعرفون بانهم جايين من العمل ديال مغاربه اخرين. فكينسجم الانسان، تيقع واحد الحب بين المغاربه وبين المواطنين في اي دوله. تيقول الانسان انا خديت هذا القدر ديال الفلوس لانه فلوس الاخرين، ولكن بهذا التوزيع اللي هو يعني ماشي ديال المساواه، كيكون ليكيتي هو انك كتساعد واحد الانسان باش يمشي في واحد المسار اجتماعي نقي. كتعاونوا في القرايه، كتعاونوا الوليدات ديالو، كتعاونوا في يلقى خدمه، كتقلب ليه على تعاونوا ياخذ دار، يعني المساعدات ديال الناس الفقراء. فملي كتعطي هذه المساعده، القهر النفسي والاجتماعي كيحيد. التنويريون لا يقدرون على شيء. التنويريون يخدمون ايديولوجيا صنعوها بانفسهم لغرض ما. اما العدل فهو موجه الى كل المجتمع، هو موجه للهزم المجتمع على الصعيد ديال التعليم، على الصعيد ديال الاخوه، على الحذف من ما يسمى العنف الى اخره. اما التنوير هي الكلمه زايده ناقصه، ومولاها مره او دائما او غالبا كيرتكب حماقات في الاقوال ديالو. يقول لك بان الشارع المغربي منسق. اتمنى من الله ان تكونوا قضيتم واحتجزوا الوقت جميل معنا، والى اللقاء.